الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العفو من شيم الكرام وأصبر على وليه أمرنا من الفضل والرحمة ما أدلج به صدور العباد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي أمير المؤمنين، سبت النبي الأمين، الملك الهمام، سليل الدوحة الألوية الشريفة، جلالة الملك محمد السادس، حفظكم الله وأيدكم وسدد خطاكم. تتشرف خادمة الآتاب الشريفة ماريا ماتسرات الألمانية الجنسية سفيرة سلام دولية للسلام والتعايش بين الأديان بمؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي، والمقيمة بمدينة مارتيل بشمال المملكة المغربية الشريفة، بأن أرفع إلى جلالتكم بهذا الطلب الذي أرفعه بقلب مليء بالأمل ورجاء تعززه ثقة الراسخة في كرم أخلاقكم وعظيم رأفتكم التي ورثتموها عن آبائكم وأجدادكم الميامين، وصولا إلى جدكم المصطفى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مولاي صاحب الجلالة والمهابة أمير المؤمنين، لقد تأثرت كثيرا لما رأيت السيد النقيب السابق محمد زيان البالغ من العمر ما يفوق 80 عاما خلال محاكمته ووديته الصحية والمشهد الذي كان عليه السيد محمد زيان، ومع أنه ارتكب جناية عوقب من أجلها بإدانته من طرف القضاء الذي لا نشك في نزاهته، فإني ألتمس من جلالتكم أن تشملوا السيد محمد زيان بعفوكم الثاني، وكيف لا، وأنتم يا مولاي منبع الرأفة والرحمة، وإليكم يلجأ أي مواطنين. فلافوا يا مولاي من شيامكم ورثتموه عن جدكم المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن أسلافكم الميامين، ولا سيما جدكم محمد الخامس بطل التحرير وأب الأمة المغربية الشريفة، ووالدكم المنعم موحد البلاد اللذان كانت منبعا للعطف والرحمة والرأفة وملاذا لكل مكروه، بصفة مواطنة ألمانية ومسلمة ومحبة للعرش الألوي المجيد وللمملكة المغربية الشريفة والجالس على عرشها، أقف بين يديكم مولاي صاحب الجلالة مستنجدة بعطفكم للإفراج عن السيد محمد زيان بعفوكم السامي الذي أطمح إليه، وأبقاكم مولاي أمير المؤمنين منبعا للعطف والرحمة والرأفة وملاذا لكل مكروه في الوطن وخارج الوطن. ولا يخامرني أي شك في كرمكم
والكرم من شيم الملوك الأقدام، وأنتم أعظم ملك في عصرنا الحالي. وأسأل الله العلي العظيم أن يحفظكم ويكر عينكم بوليه عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير المحبوب مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة، إنه سميع مجيب وبالاستجابة جدير. والسلام على مقامكم الآل بالله، خادمة العتاب الشريفة ماريا ماتسرات. لايباك في أمر سيدي. الله، الوطن، الملك.